السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم ماما النهارده هتعمل لكم قمر الدين. ايه ده يا ماما؟ قمر الدين. نص لفة قمر الدين حطيناها في مية جابت اهي. المفروض نحط جزر بس ما لقيتش مبشرة. لقيت جزر بس ما لقيتش مبشرة. ايه ما عندهاش مبشرة؟ حطي معلقتين سكر يا ماما. معلقتين بس سكر. عشان هو بيبقى مسكر على فكرة. معلقة وهادي معلقة. عايزة انتي تسكريه تاني؟ حطي كمان واحدة بس. شوية بس كفاية. بس قلبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اختي سلوى وبابا كانوا بيعملوه رحمة الله عليهم بس بيحطوا جزر. بس لازم جزر مبشور بقى وهي النتيجة واحدة يعني مفيش مشكلة. بس خلاص طالما داب هنقلب معلقتين النشا دول في ايه، في شويه ميه صغيرين. شويه ميه. كفايه كده يعني ولا دابت؟ لا كفايه يعني كده شويه دول ولا نزود النشا ولا ايه؟ ما هنشوف بقى، احنا هنحطه واحنا بنقلب. نزلي وانا هقلب. نزلي انت النشا. ايوه نزلي. نبقوا قليلين. هيبان بقى دلوقتي. علي النار تاني. يسخن شويه صح؟ خلي دول احسن. لازم تفضلي تقلبي. ممكن لو عوزنا النشا تاني طبعا عشان لو عملنا النشا. لو احتاجنا نشا. كل سنه وانتم طيبين. عاد عليكم الايام بالخير. ويجعل رمضان يا رب كريم عليكم كده ومبارك على امه لا اله الا الله جميعا. بصوا ما عملناش كميه كبيره عشان مش كله بياكلوا على فكره. وتلف سنيني تلاقيني انا كويسه ان شاء الله يا ماما. وعينيا تخف باذن الله يا رب يا رب. وياخد وقت بس شويه في التقليب، لكن هو سهل جدا عقبال ما النشا بس ايه تشتغل. دلوقتي كيس النشا لقيت فيه حبه صغيرين جدا خالص. مفيش معلقتين. جبت واحد ولا اتنين؟ كنت جايبه 2 واحد حطيناه في الكنافه وده اهو. بس فاضل فيه شويه. عايزين شويه نشا تاني؟ اه بس ميه. طب استنى ولا ايه؟ ايه رايك؟ عادي هنجيب له شويه ميه. ما توطيش، احنا عايزينه عادي عشان يتعمل. يبقى كده هو بياخد كيس نشا بقى. ايوه هو دوب. طب خدي فضي عشان القطعه مش كبيره. النشا الوحيد اللي ما جبتهوش انا. استني لازم لما تحطي نكون بنقلب عشان ما يتكلكعش. بسم الله الرحمن الرحيم. تفلحوا ابتدى ابتدى يشد حيله شويه بس. يبتدي اهو. احنا مش عايزينه برضو تخين قوي عشان اول ما بيبرد بيمسك قوي قوي. ولو النشا كلكع فيه عادي، احنا بناكل النشا المكلكع. لا في بعض النشا كلكعت اهي بس مش مشكله، ما بتفرقش كتير يعني. الطعم في النهايه واحد. اوعي دي كمان ما تمسكيش ولا انت بس عشان امسك فيه. هو كده بقى كويس. هنغرفه معاكم اهو. ماما ببرده شويه بس عشان عشان الازاز. بس هو بيتغرف على طول عشان لو سيبناه في الحله هيتخن في الحله. لما يبرد بقى شويه لازم تحطي جوز الهند والزبيب. يكون يعني يكون ايه بارد شويه. لو حطيناه دلوقتي هيسقط تحت. لو حطينا دلوقتي جوز الهند والزبيب هيقوم واقع جواه. لازم يبرد شويه. وخلاص ده قمر الدين بقى المشهور.
قمر الدين ده سوري اصلا. هو الصوت ده صوت موتور ولا صوت ايه ده؟ مش عارفة والله. بس كده، تسلم ايدك يا ماما. كده عمالين 6 اطباق والله. ده انا كنت فاكراه يكمل طبقين 3 بس طلع 6 ما شاء الله واكتر. انا بحب اشربه عصير، بحط فيه بلح اللي هو الخشاف. ودلوقتي الخشاف خلاص اتعمل، ايه رأيكم بقى؟ يلا قولوا لنا رأيكم. بسم الله ما شاء الله، كان طعمه جميل. تسلم ايدك يا ماما. بصوا بعد لما برد شويه ابتديت حطيت عليه جوز الهند والزبيب، لان لو حطينا قلنا جوز الهند والزبيب وهو لسه سخن كان هيسقط تحت. كان حلو قوي قوي. يا رب تجربوه كده، وهو سهل جدا ومفيهوش اي حاجه. نص لفه قمر الدين عليها كوبايتين او 3 كوبايات ميه، ومعلقتين 3 او 3 معالق سكر حسب يعني كل واحد بيحبه ازاي. بيفكرني باللمه الحلوه ووجود بابا رحمه الله عليه واختي، كانوا بيحبوه قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، نورتوني وشرفتوني. ما تنسوش اللايك. بشكر كل الناس اللي بتدخل عندي في الفتره الاخيره. ربنا يصلح حالكم ويسعدكم ويجعل كل شيء بتعملوه في ميزان حسناتكم.